النهاردة هنتكلم عن فيلم كوكو. الفيلم بيدور حوالين سؤال مهم: هل القصة اللي اتقالت من سنين كانت صح من الأساس؟ لأن أحيانا أخطر حاجة مش اللي حصلت، أخطر حاجة هي الحكاية اللي اتقالت عن اللي حصل. القصة بتبتدي بحكاية قديمة بيحكيها ميجيل عن عيلته. كان في راجل أب بيحب الموسيقى جدا، وكان بيغني وبيعزف مع مراته وبنته الصغيرة. لكن الراجل ده كان عنده حلم أكبر، إن هو يبقى موسيقي مشهور ويسافر ويغني للناس كلها. في يوم قرر يمشي ويسيب بيته وأخد الجيتار بتاعه، بس للأسف مرجعش تاني. بنته فضلت مستنياه، لكن أمها قفلت الباب وقررت تكمل حياتها لوحدها. الست دي كانت ماما إيميلدا. دي قررت تمنع الموسيقى من حياتها تماما، وبدأت تشتغل وتفتح مشروع بسيط لصناعة الأحذية. ومع الوقت بنتها كبرت واتجوزت والعيلة كبرت وكلهم اشتغلوا في نفس المجال. ومن ساعتها بقى في قانون واضح في العيلة: مفيش موسيقى. ميجيل اتولد جواه القصة دي. المشكلة ما كانتش في إن الراجل سابهم، المشكلة في إن هم ربطوا ده بحاجة واحدة بس: الموسيقى. القوانين العائلية مش دايما بتطلع من الحكمة، كتير منها بيطلع من خوف قديم. وفي البيت جدته الأصغر أبوليتا هي اللي بتتحكم في كل حاجة، هي اللي متمسكة أكتر حد بمنع الموسيقى. ميجيل مختلف عنهم، هو بيحب الموسيقى جدا وبيسمعها في كل حتة في البلد، لكنه مش قادر يعبر عن ده قدام عيلته. وميجيل معجب جدا بمغني مشهور اسمه إرنستو ديلا كروز، وبيحلم إن هو يبقى زيه. في يوم من الأيام وهو في الشارع بيشتغل في تلميع الأحذية، بيقابل واحد موسيقي بيشجعه إن هو يعزف قدام الناس ويشارك في مسابقة موسيقية هتتعمل في الميدان. الفكرة بتعجبه، لكنه بيخاف من ردة فعل عيلته. وفي نفس اليوم وفي نفس اللحظة عيلته بتمسكه وهو قريب من الموسيقي ده، وبعد كده بيعلنوا إن هو لازم يسيب شغل تلميع الأحذية ويبدأ يتعلم صناعة الأحذية مع العيلة. ميجيل بيتضايق لكنه بيسكت. في الليل اللي هم بيحضروا لعيد الموتى، ميجيل بيدخل أوضة الأوفريندا. ده مذبح بيبقى فيه صور الأجداد، وبالصدفة بيقع تحت عينه صورة قديمة لماما إيميلدا. ولما بيفتح الصورة بيكتشف إن الراجل اللي كان وشه متشال ده كان ماسك جيتار مميز جدا. ميجيل بيلاحظ إن الجيتار ده شبه جيتار إرنستو ديلا كروز، الشخص اللي بيحبه جدا. فبيسأل ماما كوكو لو أبوها هو إرنستو، وهي بترد عليه بكلمة بابا. ميجيل بيجري فوق السطح ويقارن الصورة بالألبوم بتاع إرنستو، وبيقتنع إن ده جده فعلا. بينزل بسرعة لعيلته ويقول لهم إن هو اكتشف الحقيقة، وإنه لازم إن هو يبقى موسيقي لأنه من عيلة موسيقية. العيلة بترفض كلامه تماما. أبوه بيقول له إن الراجل ده ساب عيلته ومش عايز ابنه يمشي في نفس الطريق. ميجيل بيحاول يعزف قدامهم، لكن جدته بتمسك الجيتار وتكسره. لما جدته كسرت الجيتار، هي اكشلي ما كسرتش الجيتار، هي كسرت الفكرة اللي في دماغه. بس يا جماعة المفروض نفهم ان كسر الجيتار ده ليه سبب. جدته ما عملتش كده علشان تعاند وخلاص، جدته عملت كده عشان هي خايفة عليه، بس خوفها ده ممكن يكون سبب في ان هي تدمر له روحه. ميجيل بيتعصب جدا، بيغضب وبيقول ان هو مش عايز يبقى جزء من العيلة وبيجري بره البيت. ميجيل لما هرب، هو ما هربش من العيلة، هو هرب من القصة اللي هم عايزين يبنيها له. تخيل هم فرضوا على ميجيل حاجة هو مش عايزها. حرية الاختيار دي انساها، انساها من العيلة أو من المجتمع. كده كده المجتمع بيحب يستخف من شغف الناس أو أحلامهم أو أفكارهم أو حتى اختلافهم. هما غالبا مش فاضيين غير إن هما يعملوا حاجة زي كده. والمشكلة الأكبر مش في إن ميجيل هرب، المشكلة الأكبر إن لسه في ناس بتسمع المجتمع وبتتبنى القصة الموجودة حتى لو هم رافضينها من جوه. ومع الوقت الإنسان بينسى نفسه، بينسى هو مين وبينسى هو عايز إيه وعايز يعمل إيه في الكام لحظة اللي هو هيعيشهم في الدنيا دي. كمثال مثلا، هي إيه القصة اللي إحنا متبنيينها؟ دكتور ومهندس. طب ليه إحنا متبنيينها؟ وجدنا آبائنا عليها. ده بقى الستاندرد. انت متخيل؟ ده بقى الستاندرد. اي حاجة غير كده انت مش مننا، غور ابعد عن وشنا. انت متخيل؟ اي حاجة تطلع بره الاتنين دول او شوية مسميات تانية، انت مش مننا، انت راجل غريب، انت راجل مختلف. ابعد عني يا. دلوقتي في سؤال شاغل بالي بقاله فترة: هي ليه الناس بقت خايفة؟ هي ليه الناس بقت بتلعبها سيف؟
والأسئلة اللي بتطرح نفسها أكتر هي كالآتي: هما فين الأبطال؟ مفيش حد عايز يطلع؟ طب مفيش حد عايز يغامر؟ هقولك على حاجة كده معينة بس خليك معايا شوية. الإنسان عامل زي الشجرة، كل ما بتعلى كل ما جذورها بتنزل الأرض، في العتمة، في الظلام، في الشر. فأنت إزاي عايز تعلى وأنت مش عايز تنزل؟ كلنا عندنا شيطان جوه أو مجنون، يعني إحنا مش هنختلف على المسميات. يعني ساعات بيحسسك إن هو هيوديك في داهية، يعني هو هيوديك في الحيطة، قاعد في الظلمات، آراءه كلها لنفسه، أحلامه كلها لنفسه، شغفه كله لنفسه، كل حاجة لنفسه. يعني ما فكرتش تزور الجانب المظلم من نفسك؟ ما جربتش تسمع له؟ ما جربتش تشوف الراجل ده عايز ايه، بيقول ايه، بيحكي في ايه؟ لان احنا ازاي بنطلب الاختلاف وبندعي الاختلاف واحنا زينا زيه؟ لما كل واحد ياخد الطريق السهل، ياخد الطريق الامان، ازاي هنختلف؟ المعادلة دايما هتديك نفس النتيجة. فالسؤال دلوقتي اللي بيطرح نفسه: ازاي نختلف؟ بان احنا نسمع للمجنون اللي جوه، ده اللي طالب المغامرة، ده اللي طالب الاختلاف، وهو المختلف، وهو الرسام. عارف ايه احسن حاجة انت ممكن تعملها في حياتك؟ ان انت تساعد غيرك. طب ازاي تساعد غيرك؟ بالرسام. الرسام بيرسم طريق جديد، واحنا في امس الحاجة لطريق جديد. والسؤال اللي بيطرح نفسه من اول وجديد: مفيش راجل يطلع؟ مفيش راجل يتحدى كل القصص المفروضة عليه؟ والرجولة دي صفة، يعني صفة احنا بنوصفها للإنسان، مش للذكور فقط. يعني هي مش مقتصرة على الذكور، يعني عشان لو في مثلا واحدة عايزة تهرب من الموضوع ان هي تقول انا بتاعت قعدة بيت، فيش الكلام ده برو، فيش الكلام ده، روح شوف انت وراك ايه، احلامك ايه، الدنيا بتقول ايه، ظبط الدنيا كده. اه، كلنا ابطال، كلنا ابطال بلا استثناءات، no exceptions. بس السؤال: هل انت عايز تكتب قصتك ولا هتخلي حد يكتبها لك؟ وكلمة أخيرة عايز أقولها لك: شك في كل حاجة، شك في كل حاجة، no exceptions برضو، no exceptions. شك في كل حاجة. وجودك ذات نفسه شك فيه، يعني انت لو عايز تفك في وجودك شك فيه. ارجع لورا، شوف الناس اللي قبلك دول كانوا بيقولوا ايه، بيقولوا كلام صح كلام غلط الله اعلم، يعني انت هتعرف. والحقيقة مش يونيفرسال، يعني الحقيقة هي what makes sense to you في الآخر. لأن أنت اللي هتعيش حياتك. أنا قطعت عليك الفيديو وطولت عليك كتير فشخ، أنا متأسف جدا. بس يا ميجيل بعدها بيروح للميدان عشان يشترك في المسابقة، لكن بيكتشف إن هو محتاج جيتار ومحدش بيرضى يديله واحد، وبيقف قدام تمثال إرنستو وبيفتكر جملته الشهيرة Seize your moment. بياخد القرار ويروح المقبرة اللي فيها إرنستو، بيتسلق جوه وبيلاقي الجيتار الحقيقي بتاع إرنستو، بيقف قدامه وبيطلب الإذن إن هو ياخده، وبيقول له إن هو حفيده فما تزعلش مني. فبيمسك الجيتار وبيعزف عليه. في اللحظة دي بيحصل تغيير حواليه، بس ميجيل مش فاهم ايه اللي بيحصل. بيسمع صوت ناس داخلة المقبرة فبيسيب الجيتار ويجري يخرج، لكن لما يخرج بيكتشف ان محدش شايفه. بيحاول يكلم اهله لكن هو بيعدي من خلالهم، بيقع على الارض، ولما حد بيحاول يساعده بيلاقيه هيكل عظمي. ميجيل بيبص حواليه بيلاقي ان كل الناس في المقبرة بقوا هياكل عظمية، وهو الوحيد اللي شكله زي الأحياء. هنا بيبتدي يفهم إن هو في عالم الموتى. في اللحظة دي ميجيل كان فاكر إن هو أخد خطوة لقدام، لكن في الحقيقة هو دخل جوه حاجة أعمق، دخل جوه نفس القصة اللي دمرت عيلته من البداية. لو أنت عايز تفهم الحقيقة لازم تروح لمصدرها. وإذ فجأة بيكتشف إن الناس دول مش ناس غريبة، دول أهله اللي ماتوا. بيقابل أفراد من عيلته، جدوده وعماته وأقاربه، كلهم موجودين في العالم ده، هما بيندهشوا إن هو يقدر يشوفهم.
بيعرفوا إن هو مش ميت بالكامل، فبيقرروا ياخدوه معاهم علشان يحلوا المشكلة. ميجيل بيعدي مع عيلته الجسر، بيوصلوا لمدينة ضخمة جدا مليانة بأرواح الموتى. هناك بيروحوا لمكان حكومي عشان يعرفوا حل الموضوع ده، والموظف بيشرح لهم إن اللي حصل مع ميجيل إن هو سرق حاجة من عالم الموتى وده عمل عليه لعنة. الحل الوحيد إن هو يرجع لعالم الأحياء قبل شروق الشمس، ولازم ياخد بركة من حد من عيلته. ماما إيميلدا بتوافق تديه البركة، لكنها بتحط شرط مهم جدا، إن هو يرجع البيت وما يعزفش موسيقى تاني. ميجيل بيرفض الشرط وبيحاول ياخد البركة من باقي العيلة، لكن كلهم بيرفضوا من غير نفس الشرط. فميجيل بيقرر يهرب ويدور على إرنستو ديلا كروز علشان ياخد البركة منه، لأنه مقتنع إن هو جده. وأثناء هروبه بيقابل شخص اسمه هيكتور رجل بسيط بيحاول يرجع لعالم الأحياء، لكنه مش قادر لأن مفيش حد حاطط صورته، لأن مفيش حد فاكره. هيكتور بيعرض عليه صفقة إن هو يساعده يوصل لإرنستو مقابل إن ميجيل يحط صورته عند عيلته القديمة في عالم الأحياء، لأن في العالم ده انت مش بتموت لما بتموت، انت بتموت لما الناس تنساك. ميجيل بيوافق ويمشي سوا في عالم الموتى. خلال الرحلة دي هيكتور بيحاول يخش مسابقة علشان يكسب تذكرة تقربه من إرنستو، لكن الأمور ما بتمشيش زي ما هم كانوا متوقعين، لأن الناس كلها قاعدة بتدور على ميجيل، وماما إيميلدا قاعدة بتدور عليه بكائن أسطوري عشان ترجعه بنفس شروطها. وفي الآخر ميجيل بيهرب وبينجح إن هو يوصل لقصر إرنستو ديلا كروز وبيقابله. ميجيل بيقول له أنا حفيدك، وإرنستو بيرحب بيه وبيعامله كويس في الأول، وميجيل بيفرح إن هو أخيرا لقى حد يفهمه. لكن بعد شوية هيكتور بيظهر وبيحاول يكلم إرنستو، وهنا ميجيل بيبدأ يفهم إن في حاجة مش صح. بنكتشف إن هيكتور هو صاحب الأغاني الأصلية، وإن إرنستو هو اللي سرقها منه وقتله علشان ياخد مجده وشهرته. ميجيل بيتصدم بالحقيقة، وبتحصل حاجة مهمة جدا، إن إرنستو بياخد صورة هيكتور وبيخبيها معاه. إرنستو بيحاول يخبي السر ويحبس ميجيل وهيكتور في حفرة عشان محدش يعرف الحقيقة. ميجيل وهو بيحاول يهرب بيكتشف إن هيكتور هو جده الحقيقي مش إرنستو. في نفس الوقت هيكتور بيبتدي يختفي تدريجيا، لأن آخر حد فاكره ابتدى ينساه. وهيكتور بيقول لميجيل إن أغنية ريمبر مي بتاعت إرنستو المشهورة اللي كل الناس بتسمعها كانت مكتوبة علشان ماما كوكو مش للجمهور. بعديها ماما إيميلدا بتلاقيهم وبتنقذهم وبتحاول ترجعه بأسرع وقت لعالم الأحياء قبل ما الشمس تطلع. هيكتور بيحاول يشرح، يقول إن هو ما سابهمش بإرادته، وإنه فعلا كان عايز يرجع، وإن كل اللي حصل كان بسبب إرنستو، لكنه اتغدر بيه واتقتل قبل ما يرجع. ميجيل بيتدخل وبيحاول يوضح الصورة ويأكد كلام هيكتور، وبيحكي لها اللي حصل في القصر، وإن إرنستو هو اللي سرق الأغاني وقتل هيكتور. بالتدريج الصورة ابتدت تتغير قدام ماما إيميلدا. الغضب ابتدى يقل شوية وبيتحول لحاجة تانية. تبتدي تفهم إن هيكتور ما كانش ناوي يسيبهم للأبد، وإنه فعلا كان بيحاول يرجع، وإن اللي حصل كان أكبر منه. الغضب اللي كان مسيطر عليها طول السنين ابتدى يهدى، وتبان عليها لحظة إدراك. بتشوف هيكتور بشكل مختلف، مش كراجل سابها، لكن كأب كان عايز يرجع وما قدرش. بعد لحظة صمت بيحصل تغيير واضح. ماما إيميلدا بتقبل هيكتور تاني، مش كغريب لكن كجزء من العيلة، ومن اللحظة دي بدل ما تكون ضده بتقف معاه، وبتتحول من حد رفضه بالكامل لحد بيدافع عنه، وبتساعد ميجيل إن هو يرجع ويصلح كل حاجة قبل ما الوقت يخلص. فماما إيميلدا وعيلتها وهيكتور وميجيل بيقرروا إن هم يروحوا لإرنستو عشان يسترجعوا الصورة، وإن إرنستو أخدها منه. مع تصاعد الموقف الأمور بتخرج عن السيطرة، وفي الآخر إرنستو بيقع من ارتفاع كبير بنفس الطريقة اللي مات بيها قبل كده. في اللحظة دي ميجيل خلاص وقته بيخلص، والعيلة بتتحرك بسرعة علشان توصله للجسر، وماما إيميلدا بتقرر إن هي تديله البركة من غير أي شرط، مفيش شروط. وميجيل فعلا بيرجع لعالم الأحياء في آخر لحظة قبل الشروق. ميجيل بيجري على البيت علشان يلاقي ماما كوكو ساكتة ومش فاكرة أي حاجة، يقعد قدامها ويبتدي يغني لها أغنية ريمبر بي. مع الغنى ماما كوكو بتبتدي تفتكر تدريجيا،
وبعدها تفتكر أبوها هيكتور وتبتدي تحكي قصته وتطلع الحاجات القديمة اللي كانت محتفظة بيها. العيلة كلها بتكتشف الحقيقة بعدها، إن هيكتور هو الجد الحقيقي وهو اللي كتب الأغاني، وإن إرنستو كان واخد المجد لنفسه. بعد كده العيلة بتحط صورة هيكتور على الأوفرندا، وبكده يقدر يرجع يزورهم في عيد الموتى. بعد سنة بنشوف العيلة تاني في نفس المناسبة، لكن كل حاجة اتغيرت. الموسيقى بقت موجودة في البيت، وميجيل بقى بيعزف وسطهم، والعيلة كلها متقبلة ده. وماما كوكو بعد ما توفت مبسوطة إن هي مع هيكتور وماما إيميلدا، وباقي الأجداد بيجوا يزوروا العيلة كلها بشكل طبيعي، والبيت اللي كان فيه منع كامل للموسيقى بقى مليان بيها.